أحييكم أولا وشكرا على هذا اللقاء. بدايتي أول ما جيت الفنلندا كان ذاك الوقت عمري 10 سنين. بديت من صف الثالث ابتدائي، وكنت من أحد الأجانب السباقة اللي هنا في فنلندا. مرحبا ويعطيكم العافية وشكرا على اللقاء، لأنه أنتم من المحطات اللي بتحكي بالعربي اللي كنت ثانية أو ثالث محطة، وهذا الشيء منيح يعني، لأنه هذا الفيلم اللي عملناه هو بيحكي عن واقع بيمس العالم العربي بشكل عام، وسوريا والعراق بشكل خاص. يلقى شغل وصار له سنة وينتظر الإقامة. انه اليأس والاحباط اللي يجي للانسان اللي ينتظر فوق السنة الإقامة، يعني تكون هي اصعب الشغلات. الانتظار من الانتظار ممكن يهبط الانسان، حتى لو كان كل شيء حاب يشتغل احتمال راح يبرد هنا. فهذا الانسان يحاول كل جهده ويحاول يكون انسان ايجابي اكثر من ما يكون سلبي. فهنا التقى بخالد، هي الشخصية اللي مثلها الأخ شروان. التقى بخالد، وخالد شاف أنه خالد مسألته أصعب وأكثر تتطلب إنسانية. أنه مصدق حتى نسى همومه، نسى أنه هو لازم بيحاول أنه يعني حاول ينسى أو يعطي من نفسه، أنه بس يقدم لخالد، الشخصية خالد من سوريا اللي فقد أهله كلهم بيوم واحد، واختم يعني ضيعها، وهمه كله انه ورا يعني عنده هموم اكثر كانت. فهنا بدأ مصدق انه يساعد خالد. والمخرج آكي كاوريسماكي اكثر افلامه تكون انسانيه عاطفيه، وما يعتاز يعني اكثر، يعني حتى تقدر تقول الشعر يستخدمه هواي، واسلوب بكلام قصير ممكن تحكي هواي امور بكم كلمه. فالشيء الحلو اللي شنو هذا الفيلم القطه للاجئين. راحوا شافوا اللاجئين مع الرئيسة طاريا هالونن يوم من الايام، فسمعت انه هواي اكو لاجئين. واحد قال اني خالد، والثاني يقول اني مصدق، انا قصتي نفس مصدق، انا حالتي. فانه الصوره وصلت حتى للاجئين، انه في لاجئين انه قالوا انا بالضبط هو هذا الانسان. فهاي بمعناها انه المخرج والكاتب هو آكي كاوريسماكي، اللي بمعناها انه صدق عمل شغل كلش مرتب. وفي ممثلين همات ويانا قالوا من شافوا الفيلم هم بيعرفوا عن الأجانب شوية، قالوا بس ما كنا نعرفها بهالطريقة بهالقد، إنه الأجانب شنو البروسيس اللي لازم يمرون به على مود يقدرون أو ممكن يحصلون إقامة. فقالوا إنه حتى إحنا هسه الصراحة تفاجأنا هواي أمور، وهسه نحس إحنا بالأجنبي، أو نحس كيف إنك تكون لاجئ والصعوبات اللي يمرون بيها. فهذا الشيء بالعكس جاب لي فرحة وسعيد كلش هواي انه قدرت اوصل شوية رسالة معينة، او اكون جزء من هذه الرسالة. الرسالة الإنسانية بالضبط. يعني بيقارنون ببعض، انه هدول نفس الشيء، شخص اوروبي شخص صار في عندهم احداث غيرت تاريخهم، وهلا عم يبحثوا عن بداية جديدة من الصفر. فكيف هدول الشخصين انه بيوصلوا بشكل غير كليشيه غير اعتيادي وبيساووا شيء، بيقدروا يساووا شيء. والمثال هو بالمطعم، انه هذا المطعم هن شخوص تركوا نسيانهم للمجتمع واجتمعوا بهذا المكان اللي هو مكان رديء وبمكان غير فعال بالمدينة، وبيقدروا يساووا شيء حلو. يعني المجتمع المثالي، اليوتوبيا، انه هدول الناس فينهم يصنعوا، الناس العاديين يلي يمكن يمشوا بالشارع ما تشوفهم حتى. فهو الفكرة انه
انه فينا نعمل شيء لما بنسامح بعض، لما بنعطي لبعض فرص، نعطي فرصة بنشوف الآخر كإنسان، مو فقط صورة مزروعة من قبل الإعلام أو إلى آخره، أو السياسات هي. يعني عرض الإنسان